وبعد ما فهمنا يعني ايه برودكت لاين وايه هي طبيعة البرودكت لاين وايه هم البرودكتس اللي ممكن يتحطوا في لاين واحد، نيجي بقى للقرارات اللي هي مرتبطة بالبرودكت لاين. يبقى البرودكت لاين دي مجموعة من البرودكتس تحط مع بعض في لاين واحد. ايه القرارات اللي ممكن ياخدها الماركتير خاصة بالبرودكت لاين؟ اولا هي عنوان كبير اللي هو البرودكت لاين لينث. يعني ايه البرودكت لاين لينث؟ طول البرودكت لاين ده. هو احنا مش قلنا ان البرودكت لاين هي مجموعة من المنتجات اللي ذات طبيعة مشتركة خاصة سواء في الاستخدام او في السعر او في التارجت كاستمرز او في حاجات كتيرة جدا بتحط مع بعض؟ طيب كام برودكت بقى بيتحط مع بعض في اللاين الواحد؟ ده المقصود بالبرودكت لاين لينث، طوله. هل هو كتير منتجات كتيرة يبقى البرودكت طويل كبير، البرودكت لاين كبير، وبالتالي هنحتاج ان الماركتير يشيل منه شوية برودكت مثلا؟ ولا البرودكت لاين ده صغير، فيه برودكت او اتنين، وبالتالي هيبقى تو شورت، صغير جدا، وبالتالي الماركتير هيبقى محتاج، او المانجر، اللاين مانجر يعني، هيكون محتاج يضيف منتجات جديدة علشان يخلي طول اللاين ده مناسب؟ وبالتالي البرودكت لاين وكم عدد البرودكتس اللي جوه كل لاين لازم يحصل لها اسسمنت او يعني تحليل دوري. علشان ايه؟ علشان يشوف كل برودكت جايب قد ايه او بنسبة مساهمته قد ايه من بيع اللاين. لان احنا مثلا لو افترضنا ان الشركة فيها 4 لاينز مثلا، لاين بيجيب مثلا 70% من البروفيتس او الارباح او السيلز حتى بتاعت الشركه، بينما اللاينز التانية كل لاين بيجيب 10%. يبقى هما هنا غلط، في حاجه غلط. يبقى هنا في البرودكت لاينز كده مش مظبوطه، لان في لاين متحمل عليه كل البيع والسيلز، فلو حصل شورتج او نقص في المنتجات او اي ظروف قهريه الشركه هتتضرر جدا. يبقى لازم يبقى في بالانس او توازن ما بين البرودكت لاينز، وطولها يكون مناسب وشبه بعض كده في الطول، بحيث ان المنتجات تكون متوزعه بشكل في سيمترية او في يعني اتزان ما بين اللاينز المختلفة، بحيث مثلا لاين بيجيب مثلا 30% ولاين تاني بيجيب 25% من السيلز، ولاين بيجيب مثلا 20% من السيلز، ولاين 35%، وهكذا. يبقى هنا ساعتها في توازن في بين اللاينز، طول اللاينز نفسها مناسبة. مفيش لاين مثلا فيه 20 منتج ولاين تاني فيه منتجين مثلا. يبقى في نوع من التحليل للبرودكت لاينز من حيث حجمها، طولها، هل هي طويلة قوي نحتاج نقلل المنتجات وننقلها من لاين للاين تاني، ولا هل هي قصيرة جدا نحتاج نضيف عليها منتجات تانية، وكل منتج من المنتجات مساهمته في البيع بتاع اللاين او في الشير بتاع اللاين ده في نسبة مبيعات الشركة وارباحها قد ايه. طيب لو انا كشركة قررت ان انا اعمل اكسبانشن، او ان انا هوسع او همدد البرودكت لاين ده، هزود فيه منتجات جديدة، اعمل ايه؟ قدامي طريقتين: طريقة اسمها برودكت لاين فيلينج، وطريقة تانية اسمها برودكت لاين ستريتشنج. برودكت لاين فيلينج يعني ان انا املى البرودكت لاين ده ببرودكت جديدة. البرودكت لاين ستريتشنج ان انا امط، ستريتش جاي من ان امط البرودكت لاين ده. ازاي ده بيحصل وازاي ده بيحصل هنتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجه البرودكت لاين فيلينج. يعني ايه؟ يعني انا هضيف منتجات جديده على اللي موجوده اوريدي في البرودكت لاين بتاعي. فرضا ان انا عندي برودكت لاين فيه 4 منتجات، هقوم ضايف منتج خامس او منتج سادس، يبقى انا زودت او حشيت يعني البرودكت لاين بمنتجات جديده. المنتجات الجديدة دي شبيهة بالمنتجات اللي موجودة اوريدي في نفس السعر ونفس الاستخدام تقريبا. زي ايه مثلا؟ زي ان انا مثلا لو افترضنا شيبسي، اللاين فيه شيبسي بالملح وشيبسي بالكاري، اقوم حاطط عليه شيبسي بالفحم وشيبسي بالطماطم وشيبسي الدجاج وهكذا. يبقى
هنا ضفت ايه؟ منتجات جديدة مش بعيدة عن المنتجات اللي موجودة، ولكن أطعمة مختلفة، يبقى شبهها مفيش اختلاف ما بينهم ونفس السعر تقريبا. لاين فيه عصير، بتنزل عصير مثلا تفاح، وموجود اوريدي في اللاين عصير تفاح وعصير مانجا وعصير برتقال مثلا، يقوم منزل عصير جزر مثلا بالمانجا، يقوم منزل عصير تفاح بالقرفة، يقوم مثلا منزل عصير طماطم، عصير فراولة باللبن، وهكذا. يبقى هنا منتجات ايه؟ شبه اللي موجودة اوريدي، شبهها. هنا عمل فيلينج، عمل حشى اللاين بمنتجات جديده. ايه الميزه اللي بيستفيد بيها، او ايه السبب ان ده بيحصل؟ طبعا بيزود ارباحه. يعني لما كان في منتجين او ثلاثه جوه اللاين، انا لما ضفت كمان ثلاثه فارباحي زادت، بيعي زاد، فبالتالي ارباحي زادت. الديلرز او الموزعين طبعا بينبسطوا، بيبقى عندهم منتجات مختلفه. مليت اللاين، مليت البورتفوليو، وقفلت البورتفوليو بتاعي، ما بقاش عندي نواقص ممكن الكومبيتورز او المنافسين يدخلوا منها. وبالتالي دي كلها فوائد بتحصل من اضافه المنتجات لللاين، باعتبار ان ده برودكت لاين فيلينج يعني. لكن ممكن يحصل حاجه اسمها كانيبلايزيشن، اللي هو ايه؟ ان انا بنافس نفسي، باخد من حصتي السوقيه، وبالتالي ده احد العيوب. ممكن ده يعمل لخبطه للكاستمر او لخبطه للعميل، ان انت ايه يا عم، انت عندك كميه يعني منتجات شبه بعضها كتير، فيبتدي يتلخبط. وبالتالي يعني هو ليه مزاياه طبعا، وبيخلي ان البورتفوليو او المنتجات بتاعت الشركه متكامله. اللاين الواحد فيه منتجات كتير، بس طبعا ليه عيوب زي ما قلنا، اللي هو الكانيبلايزيشن، او ان انت بتنافس نفسك او بتاخد اوريدي من ارباحك الموجوده. دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن، او يسمعها عن طريق اوديو، او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.